لا تزعلوا، بس منتخب آخر يظلم من المنتخب المغربي. أنا برأيي المنتخب المغربي ما لازم يشارك في بطولة كأس العرب أصلا. المغربيين بشكل عام جدا طيبين وحنينين، هم شافوا إنه في فارق مرعب بينهم وبين أي منتخب عربي آخر، شافوا إنهم حاليا يصنفوا كمنتخب أوروبي بل منتخب عالمي قادر ينافس على أي بطولة بالعالم، فقالوا يلا بنجي بالفريق الثالث أو الرابع، لاعبين حرفيا يمكن ولا واحد منهم بالفريق الأساسي، كلهم لاعبين محليين، وبالأخير وصلوا النهائي. لما بيحكي إنه المغرب ظلم الإمارات فهو فعلا ظلمهم مثل ما ظلم باقي المنتخبات اللي لعب معهم في بطولة كأس العرب. فالمغرب في بطولة كأس العرب لعب 5 مباريات طلع ب4 كلين شيت، يعني المنتخبات مو قادرة تسجل حتى هدف على المغرب حتى أصلا تفوز عليهم. ولو بنلاحظ هذا المنتخب للمغرب في بطولة كأس العرب مش منتخب بيكتسح الخصم وبيتفوق بالطول وبالعرض، لأنه العناصر متواضعة إلى جيدة، ولكن وراء هذول العناصر مدرب عبقري بيعرف يسير ويدير المباريات بطريقة ممتازة، بيعرف كيف يفوز قبل ما يقدم أداء. هذا النوع من البطولات المباريات فيها تكسب ولا تلعب. لما رحت قطر وقابلت الجمهور المغربي اكتشفت انهم شعب جدا مغرور كرويا ويحق لهم بصراحة. تحدياتهم جدا باردة، بيحكوا لك جملة بسيطة: احنا راح نفوز عليك وبس. هم عندهم ثقة جدا كبيرة بهذا المنتخب، سواء كان صغار، شباب، اساسي، فريق ثالث، فريق رابع. وفعلا المغرب بالفريق الثالث او الرابع حاليا في نهائي كأس العرب.